نزال السحاب أو لقاء الأساطير الذي طال كثيرا وأزف وقته. ليست الكرة فقط من تستحق الترقب في عالم الرياضة، فالفن النبيل له مكان بتواجد عملاقين من طينة الفلبيني ماني باكياو والأمريكي فلويد مايويذر. حلم المواجهة التي تجمع بين النجمين والتي طال انتظارها حدد لها يوم 2 مايو من العام القادم لتكون نهاية للترقب الذي طال، لأنها مواجهة انتظرها عشاق الملاكمة لقيمة المتنافسين. فماي ويذر يعتبر بطلا للعالم 7 مرات وفي 5 أوزان مختلفة، بينما ماني باكياو يعد الملاكم الوحيد في التاريخ الفائز ب8 ألقاب في أوزان مختلفة. نزال لو نجحت الشركة بتسويقه على الوجه الأمثل بما في ذلك السوق الصينية، فيترقب أن تصل مداخيله إلى $1,000,000، وهو رقم لم تعرفه أي رياضة في التاريخ خلال نزال أو مباراة واحدة. يجري الحديث أن تكون حصة كل واحد منهما مبلغا لا يقل عن $200,000,000. المال والاتهامات المتبادلة وربما التخوف من الخسارة من الجانبين كان العائق الذي طالما عرقل المواجهة بين الطرفين على مدار 5 سنوات، ولكن يبدو أن المتحديين قررا رفع الراية البيضاء أمام رغبة عشاق الفن النبيل.